السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى عامله لكم السابليه ان شاء الله. الطريقه بتاعتي تعجبكم، هو ليه بس خطوات كده بتعمليها وان شاء الله يطلع معاكي مظبوط. تابعي معايا الفيديو للنهايه وان شاء الله تستفيدي منه. شايفين القمر ده حلو جدا جدا، مش عايزه اقول لكم طعمه تحفه قد ايه، وشكله ما شاء الله حلو قوي. طبعا لو انت اول مره تشوفيني، انا دعاء ابراهيم وقناتي بتخص التورت والحلويات والمعجنات. اتمنى تعملوا لايك للفيديو واشتراك لقناتي لو انتوا اول مره تشوفوني. ويلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل السابليه بتاعنا ازاي. هو سهل جدا على فكره، مفيش فيه اي حاجه خالص. يعني ان شاء الله بعد الفيديو ده هتقومي تعمليه على طول. المقادير بتاعته سهله خالص وبسيطه، وهسيبها لكم في صندوق الوصف. انا معايا هنا 300 جرام زبده بدرجة حرارة المطبخ، يعني أنا مطلعاها من التلاجة من قبلها بساعتين، وحطيت عليهم 150 جرام سكر. ضربتهم لحد ما بقوا كريمي خالص كده. ومعايا 2 بيضة حطيت عليهم فانيليا، ونزلت بيهم واحدة واحدة على الخليط الزبدة والسكر. وبعد كده معايا نص كيلو دقيق، نزلت بيه كله مرة واحدة كده زي ما انتوا شايفين وقلبته. حسيت ان العجينة بتلزق شوية، حطيت لها معلقتين دقيق. طبعا بيختلف حسب نوع الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله العجينة حلوة. العجينة بصوا يعني تمسكيها حلوة، لكن فيها سن التلزيق، هي دي العجينة المظبوطة. لازم يكون فيها سن التلزيق كده، مش يعني ما بتكونش ان هي متماسكة، لا. طبعا انا هغطيها هنا وهحطها في التلاجة تريح شوية. هسيبها حوالي نص ساعة، وبعد كده هطلعها اشتغل فيها معاكم وهنشوفها مع بعض هنعمل ايه دلوقتي. ما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وتنسوش لايك للفيديو يا بنات. انا معايا هنا ده كيس تلاجة عادي خالص، فردته فتحته كده وفردته. ومعايا كيس تاني هحطه عليها. خدت جزء كده، بصوا هي ساقعة خالص، انا سبتها نص ساعة وبدأت احطها كده على الكيس بتاع التلاجة. وهفرد عليها كيس تاني برضو انا فاتحاه، دي احسن طريقة تعملي بيها الصابليه. وبعد كده هبدأ افردها زي ما احنا شايفين كده. ومعايا بقى انا بوريكم هنا السمك بتاعها، انا مش عايزاها تخينة، انا عايزة البسكوتة كده تكون رقيقة وحلوة، لان احنا كده كده هنحط طبقتين على بعض. دي كل بقى الاشكال القطاعات اللي عندي، بقى هاتي كل القطاعات اللي عندك واشتغلي بقى وابدعي واعملي اشكال حلوة قوي للصابليه. دي قطعات صغيرة خالص كده هقطع بيها في الشكل نفسه من جواه. هنشوف دلوقتي الحاجات دي كلها زي ما شفنا كمان في اول الفيديو. معايا الشكل النجمة في منه احجام، فانا هاخد الحجم الصغير. ومعايا الدايرة دي لقيتها كبيرة، فانا جبت اللي هي البسطامة بتاعت الكحك وقطعت بيها اللي هي الدايرة. حلوة قوي، انا عايزة الاشكال صغيرة. السابليه دايما بيكون صغير، الحجم بتاعه بيكون صغير. تمام. هبدأ اقطع هنا اول شكل كده زي ما احنا شايفين بالقطاع اللي هي القلب، وهقطع شوية بالقطاع اللي هي شكل النجمة. يعني هبدأ بقى اشكل معاكم واقطع معاكم. هنشوف دلوقتي الشكل بتاعها عامل ازاي. بصوا انا قربت لكم هنا، وجبت القطاعات اللي هي الصغيرة اللي هي شكل النجمة دي، بدأت اقطع جوه الدايرة نفسها. عايزة اقول لكم ان انا هنا وانا بقطع، يعني مثلا هعمل النجمة، بعمل 20 نجمة سليمة و20 نجمة بكون عاملاها من النص. بكون مفرغاها من النص زي كده، او قلب زي كده. ده انا بديكم مثل، يعني هعمل مثلا 10 قلوب سلام و10 قلوب بفرغهم من النص. ومعايا بقى القوالب الصغننه دي بتاعت الطرت اللي هي الصغنطوطه خالص، دي حلوه قوي بتاعت السابليه، حلوه جدا. رخيصه وموجوده في كل مكان دلوقتي، في كل محلات الحلويات هتلاقوها موجوده. دي برضو عملت منها شويه، وعملت هنا شوية من القلب. يعني قعدت اشكل بقى اشكال كتير، وطبعا هي بتاخد معاكي وقت بسيط كده يعني عقبال ما بتقطعي وبتشكلي. عايزه اقول لكم هنا اللي هي قوالب الطرت دي، كنت بجيب خله اسنان كده، ولازم تعملي فيها ثقوب كده او خروم علشان ما تنفخش معاكي البسكوته، يعني علشان تكون حلوه. تمام. قعدت عملت الكميه كلها لحد اخر قطعه خالص عملتها، يعني ما سبتش اي حاجه. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180. قعدت حوالي تلت ساعة زي ما انتم شايفين. ده الصاج الأولاني، عملت صاج للأشكال اللي هي متفرغة كلها، وصاج التاني للأشكال اللي هي سليمة، لأن دي بتكون ليها تسوية ودي بتكون ليها تسوية. تمام، يعني ما تحطيش كله مع بعضه. زي ما احنا شايفين الأشكال ما شاء الله حلوة، والتسوية حلوة قوي. يا دوبك خدت لون ذهبي كده من تحت. بعرف انها استوت على طول بطلعها. شايفين دي التسوية بتاعتها اهي من تحت، دي اشكال القلوب ودي القوالب. بصوا مجرد بس ما بشيلها كده بتطلع على طول بكل سهولة يعني. ودي في منها احجام كتير على فكرة، في ده اصغر حجم، في منها اكبر وفي اكبر، في احجام كتير قوي منها.
يا دوبك بس بمسكها كده اخبطها خبطة بتروح طالعة على طول، اهي بخبطها كده بتطلع. تمام. دي كل بقى الاشكال معايا كله استوى كده خلاص، ما خدوش معايا اي وقت. هنبدأ بقى نشكل مع بعض وهنبدأ نزينهم مع بعض. هنشوف بقى الطريقة اللي انا زينت بيها السابليه. طبعا التزيين ده بتبقى حاجة ترجع لك انتي، يعني ممكن اللي هي الاشكال المفرغة دي كلها بترشي عليها سكر بودرة وبتحشيها. ممكن تعمليها بشوكولاتة زي ما انا عاملاها كده، جبت شوكولاتة خام حطيت عليها معلقتين زيت وبحط فيها البسكوتة اللي هي متفرغة بس، لكن التانية لا. وبديها خبطتين بالشوكة كده وببدأ احطها معايا. هنا الصاج اللي معايا ده فرشة فيه كيس تلاجة، وببدأ احطها كده عليها. انا عملت كله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. تمام كده خلصت الجزء الاولاني. بعد كده هجيب اللي هي القلب، شكل القلب بحشيه شوكولاته وبحط كل قلبين على بعض وبحطها في قلب الشوكولاته كده وبالشوكه برضو. وهبدا انزل منها الشوكولاته. بصوا انا مهدرتش اي شوكولاته معايا خالص، يعني لما بتخبطيها خبطتين كده بالشوكه بتنزلي كل زوايد الشوكولاته اللي فيها، وبحطها على كيس التلاجة زي ما احنا هنشوف دلوقتي. طبعا هو بياخد معاكي وقت بسيط كده التزيين او التشكيل ده، بس بيكون عايز صبر شوية علشان الحاجة تطلع معاكي حلوة. دي اشكال التارت بقى. انا حبيت انا احط فيها مربى حليب، بس في الاول حبيت احط فيها شوكولاتة كده، بيكون افضل لما تحطي عليها المربى الحليب على طول. تمام. يا دوبك حطيت فيها نقطة شوكولاتة، يعني حاجة بسيطة خالص، وببدأ اوزعها فيها كده بتنشف فيها. وبعدين كمان بتدي طعم حلو قوي لما بتاكلي البسكوتة كده وتيجي تقطميها، بتدي ميكس حلو قوي، الشوكولاته مع المربى الحليب مع البسكوته، فبيكون طعمها حلو. شايفين بقى الاشكال اللي هي الورود الصغننه دي اللي انا طلعتها من القطاعه من النص، دي باخدها احطها على القلوب زي ما انتم شايفين كده، حطيتها على القلب. وببدأ احط عليها شوكولاتة كده من الجنب، يعني بزينها كده حاجات بسيطة زي ما انتم شايفين. التزيين ده حاجة ترجع لك انتي، افكار التزيين كتيرة جدا، ممكن تشوفي فيديوهات كتير للتزيين. في فيديوهات كتيرة قوي للتزيين السابليه. كده بعد ما خلصت الكمية دي زي ما احنا شايفين اهو، كل ده كده انا عملته خلاص بالشوكولاتة. معايا لسه بقى الاشكال اللي هي السادة اللي انا هبدأ احطها بيها. معايا دي مربى حليب، دي مربى حليب المتحدة. شايفين الاشكال اهي، ده قمع صغنن خالص اللي هو 1 ام، زي ال1 ام اللي هو الكبير اللي بنزين بيه التورت، ده زيه بالظبط بس صغير خالص. دي اكياس السبوع، جبت كيس سبوع وحطيت فيه القمع. انا بوريكم حجم القمع قد ايه، صغنن جدا. يدوبك ده حلو قوي بقى للميني تورت الصغيره قوي وللسابليه والحاجات اللي زي كده. جبت كيس المربى الحليب ورحت جايه واخده منه على طول في كيس السبوع كده، فضيت منه على طول. وهبدا اخد بقى مربى حليب. انا هحشي هنا مربى حليب ونوتيلا، ممكن تحطي بقى مربى فراوله او مربى مشمش او مربى مانجا زي ما انت عايزه. انا حطيت هنا مربى حليب وحطيت نوتيلا، ادت شكل حلو قوي. معلش اول واحده هنا ما ظهرتش معايا، لكن بعد كده هوريكم، ما كنت شايفه انها مش ظاهره في الكاميرا. بعد كده هوريكم انا بعملها ازاي. بصوا القمع صغنن يدوبك على قد وحده السابليه، حلوه قوي وشكلها ما شاء الله تحفه كده وشكلها جميل. هبدا بقى اعمل الاشكال دي كده وبوريكم برضو الشكل ده اللي هو النجمه. حطيت فيه مربى حليب ورحت جايه حاطه عليها النجمه اللي هي الشوكولاته اللي احنا عملناها، وبروح جايه عامله عليها روزيتا صغيره من فوق. بس هبدأ اعمل الاشكال كلها كده بنفس الطريقة، التزيين كله كده. ولسه كمان هحط نوتيلا، وممكن تحطي شوكولاتة كمان، يعني ممكن تحطي فيها شوكولاتة بس وخلاص، حسب المتوفر عندك او حسب المطلوب منك ممكن تعمليها. ما تنسوش يا بنات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك لقناتي لو انتم ما اشتركتوش. ومعلش انا بعتذر منكم ان الفيديو طويل شويه، بس كل حاجه في الفيديو بصراحه مفيده جدا جدا. انا جايبه لكم كل الخطوات علشان تستفيدوا منه ان شاء الله وتعملوا الحاجات دي بكل سهوله. وبالنسبه لمقادير السابليه زي ما انا قلت لكم هسيبه لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. بصوا دي نوتيلا، جبت برضو عندي قمع صغير خالص برضو جايباه. حطيت معلقه نوتيلا كده، بس النوتيلا كانت جامده شويه. بعد كده حطيتها في الميكروويف على حاجه بسيطه بس علشان اعرف اشكلها، لانها كانت بصوا متماسكه جدا. وببدا احط عليها البسكوته وبعمل عليها روزيتا من فوق كده بالنوتيلا اهي، دي روزيتا. وهبدا بقى احط على وشها شويه مكسرات
بندق او لوز اللي موجود عندك بتحطي عليه، لو مش موجود مفيش اي مشكلة. هي شكلها كده اصلا حلو من غير اي حاجة. ودي حطيت فيها نوتيلا بس كده اهو زي ما انتم شايفين، ودي برضو حطيت فيها مربى حليب بس. ودي الاشكال كلها اهي زي ما انتم شايفين، ما شاء الله شكلها حلو جدا جدا. غير طعمها كمان تحفة قوي قوي. والعجينه بتاعت السابليه حلوه قوي ومظبوطه ومقاديرها مظبوطه جدا. طبعا هي بيبقى ليها علب مخصوص بتحطي فيها السابليه، بس انا ما لقيتش العلبه بتاعتها في المكان اللي انا فيه، فطبعا اتصرفت وحطيتها في علبه تورته كده زي ما انتم شايفين. دي بتوزنيها بقى بتطلعيها بالكيلو. انا حطيتها هنا في ورق كب كيك صغير بيديها شكل حلو قوي كمان. وهبدا ارصها كده، وزنت طبعا كيلو وهبدا ارصه زي ما احنا شايفين في قلب العلبه. طبعا ممكن تتصرفي تحطيها زي كده، او ممكن تطلعيها في اطباق مع تشكيله، مع تشكيله بسكوت او بتيفور او حاجات زي كده، وبتطلعيها بتعملي عرض، يعني بيبقى طبق مشكل مع بعضه. وحطيتها في العلب دي كده او الاطباق دي زي ما انتم شايفين اهي. ممكن تطلعيها كمان كده. دي طبعا بعد التسعير، طبعا الاسعار دلوقتي يعني مختلفة، الحاجات طبعا كل يوم في زيادة. فانا سعرتها حسب التكلفة اللي انا كلفتها دي، طلعت الكيلو ب270 جنيه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. بحبكم جدا جدا، واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني، ينسيك لا تتذكر، سلام على من يشكر. لما تذل روحك قل يا ربي يا معز، فإذا بك تنهى وتأمر كريم